بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين معايا الاراضي اتساوت او اتحرتت، وبالفعل جهزناها زي ما انتم شايفين وعملناها حواض وقسمناها بالشكل اللي انتم شايفينه معايا ده، وبدأنا بالفعل ان احنا نزرع الزرعة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، اللي هي زرعة البرسيم. طبعا احنا عارفين ان البرسيم ليه طريقتين في الزراعة، اللي هو بدار على الناشف وبدار على اللمع. يعني ايه على الناشف؟ على الناشف يعني الارض زي كده ما يكونش فيها ايه ميه. على اللمعة زي ما انتم شايفين كده يكون فيها ميه، ويمشي الفلاح في قلب الميه ويزرع البرسيم او يبدره. بصوا انتوا لو دققتوا قوي 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 في الفيديو اهو هتلاقوا حبوب البرسيم متناثرة. هو هنا زرع البرسيم على الناشف، ما زرعش على اللمعة. طبعا البرسيم على الناشف البدار على اللمعة افضل بكتير من الزراعة على الناشف، لان البدار الزراعة على الناشف بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا دي بيبقاش ليها فايدة كبيرة. بمعنى ايه؟ زي ام اسامة، لان المية هي جاية كده بتلم حبوب او بذور البرسيم، بتلمها ممكن تلمها كلها في مكان واحد. لكن بدار على اللمعة بيبقى افضل من كده بكتير. بتبقى المية موجودة في الحوض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والفلاح بيكون بيبدر البرسيم، فبتنزل البرسيمة في قلب القاع، في قلب الحوض من تحت، والمية ماشية عادي مفيش أي مشكلة. ففي فلاح بيفضل الطريقة اللي هو بدار على اللمعة، وفي فلاح بيفضل الطريقة العادية اللي انتوا شفتوها معايا دي. طبعا دلوقتي زي كلنا عارفين ان الفلاح دايما بيستغل كل شبر موجود في الارض بتاعته وبيزرع احتياجات بيته. دلوقتي ام احمد زي ما انتوا شايفين، وريني كده الشتله دي. ام احمد بتزرع الكرنب بعد البرسيم ما اتبدر وبيتروي. بصي بقى، بصوا دي شتله الكرنب مع ام احمد اهي. وريني كده. لا هترميه زي البسيه. طبعا هنا الفلاح يعني ذكي شويه، زرع نص الارض والنص التاني مش هيتزرع دلوقتي. ليه يا ام اسامه؟ لان هو مش عاوز البرسيم كله يطلع مع بعض. يعني زرع الناحيه دي ياكل اول اسبوع في ريه المحاياه للناحيه دي، يزرع الناحيه التانيه من الارض علشان البرسيم ما يهجمش عليه ويبقى محتاجه او ما يخلصوش او ما يلحقش يخلصه في وقته معين. لما يشيل من الناحيه دي كلها البرسيم يطلع على ما ياخد الناحية التانية. واخدين بالكم في يعني ايه؟ هو عارف هو بيعمل ايه وعارف احواله ماشية ازاي، زي اللي بيبقى عنده نظام في حياته. فهو عارف هو بيعمل ايه بالظبط. بصوا ام احمد بتعلم البت ندى. طبعا الارض تمت زي ما انتوا شفتوا، تمت خالص. هيبدأ بقى يسيبها تصفى، يعني تصفي المية، تصفي لحد ما تملأ المكان، لان في مكان في النص لسه ما اتزرعش زي ما انتوا شايفين. طبعا الاراضي في ناس زرعت فاصوليا في ميعاد البرسيم. طبعا بيبقى عندهم مكان تاني بيزرعوا فيه برسيم، وممكن يكونوا مش محتاجين وممكن يكونوا هيشتروا، فبيزرعوا زرعة تجيب محصول وتجيب فلوس اكتر. لكن اللي عنده مواشي بيزرع برضو البرسيم في ارضه افضل من ان هو يجيب او يشتري من بره، بس بيستغنى عن الزرعة التانية. بصوا ام احمد عمالة تزرع الكرنب. طبعا الكرنب بيتزرع زي ما انتوا شايفين كده. واصلا الكرنب لازم يبقى واسع. ام احمد بص يعني مشغوله جدا في زراعه الكرنب. لولو بتنقي.
وسعي يا ام احمد، على فكره انت مش موسعاه. لا واسع، اصل فيه مش قوي يعني. ما تنسيش ان الكرومبه هتكبر. عنده النفسيه تعبانه بصي. جد فؤاد واقف بقى وحاطط البرنيطه على دماغه عشان احنا الجو حر قوي. عم فؤاد دايما بيزرع في الحر كده، مش عارفه، غاوي حر. دول كل سنة وانتم طيبين يا متابعين. جدكم فؤاد بيسلم عليكم، بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا متابعين. ايوه قول يلا. كل سنة وانتم طيبين. نزرع البرسيم. زراعة البرسيم وكرنب الربيع بتاع الحريم. تعالي هنا يا لول، تعالي قدامي هنا. بصي ها، خدت واحدة ها. لا ده اللي معاكي دي بايظة، ايه ده انت ارمي دي اهي. الشمس صعبه. اقفي بقى. لف يا ام احمد، لف يا ام احمد، الله يرضى عليك انا اتشويت. لفت لك. ببعتك على الهدوم ما بحفظها لك. بصوا الارض كلها اتروت. طبعا هات شوية ندى عشان هقطع هنا. هو جدك هيقطع المية. بصوا بقى بيقطع عشان يكمل الحوض اللي فاضل. حوض بحوض كده، واحدة واحدة. بقى من الشمس يلا. لا من الشمس. لا من الشمس عشان الشمس هتتساع. اوعي يا ندى، اوعي يا ندى كده. بصوا يلا يا ام احمد ازرعي. هي ندى عايزة تزرع حيران. عدي قدام. اجري. اما نيجي نزرع بتاعنا احنا هنخليك تزرع. الفدان بتاعنا. ابو قردان بقى مال الارض من ورا من هناك من بعيد. هوريهولكم في فيديو تاني ان شاء الله. لسه كل الاراضي اللي هي مش مزروعه دي ان الفلاح هيزرع فيها برسيم. يلا خلاص. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، كده بقى معاك. يا خبر ابيض، عيوني سودا. قصب بقى وفاصوليا وفي ذرة مزروعة متأخر. الأرض برضو لسه مفيهاش زرع كتير لسه بقى. البرسيم ساعة ما يتزرع هيخضر بقى كله، الأرض هتخضر. ندى كبرت قد ايه؟ بصوا ام احمد بتقول لكم ندى كبرت قد ايه. طبعا يا جماعة ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.